تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم في راديو سلام بعنوان معا ننهض، ومع الحلقة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ اليوم برنامجنا الأسبوعي. وقبل أن ندخل إلى الحلقة وتفاصيلها، أحب أن أنبه بعض التنبيهات للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا من خلال الصفحات المختلفة. النقطة الأولى فيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات، فإنه إن شاء الله لن نهمل أي سؤال أو تعليق أو استفسار أو اقتراح يرد إلى الحلقة، فإننا إن شاء الله سنظل نتابع ذلك خلال الأسبوع، فما لم نتمكن الرد عليه خلال نفس اليوم فإن شاء الله سيكون هنالك يوم آخر يتم من خلاله الرد، أو ربما إن شاء الله بعد مجموعة من الحلقات 3 حلقات أو 4 حلقات يمكن أن نفرد حلقة منفصلة عن تساؤلات الإخوة والأخوات الأعزاء. وبالتالي إن شاء الله لا يقلق الناس في أن الأسئلة والتعليقات سيكون لها محل من النظر. وكذلك أحب أن أؤكد بأن البرنامج سيكون إن شاء الله من خلال تفاعلاتكم ومن خلال اقتراحاتكم ومن خلال تعليقاتكم إن شاء الله المستمرة نطور دائما الأداء ونحاول أن نلبي بإذن الله سبحانه وتعالى احتياجات الجميع. النقطة الثانية، بعض الإخوة أيضا تساءل حول قضية إنه لماذا لا يتكلم أبو البراء بلغة التيغري وهو لغته أو لغة الأم كما يقال. أقول بأن هذه المسألة ليست مسألة رغبة أو عدم رغبة أو زهد في أن أتكلم بلغة التيغري، فهي لغتي وأعتز بها بلا شك، واحترم كل الذين يتكلمون بها وكل الذين يتكلمون بمختلف اللهجات واللغات الإريترية، فهي إن شاء الله على العين والرأس. ولكن تحكم هذه المسألة في نهاية المطاف سياسات الراديو وطبيعة الحلقات وطبيعة البرامج. وحاليا على الأقل حتى هذه اللحظة الراديو لا زال ينشر برامجه باللغتين العربية والتيغرية، ولكن إن شاء الله على المستوى البعيد ربما تكون هنالك إن شاء الله بقية اللغات الإريترية سواء التيغري أو غيرها من اللغات. وبالتالي إن شاء الله يوم أن على الأقل يكون هنالك الحاجة لأن يكون أبو البراء حاضر للتحدث بلغة التيغري إن شاء الله، فأنا بإذن الله سبحانه وتعالى جاهز، يعني ما في مشكلة إن شاء الله، مع أني ربما لست ممن على الأقل يعني تمرس في مسألة الخطابة العامة والدعوة والبرامج العامة بلغة التيغري، ولكن إن شاء الله هي في نهاية المطاف ليست بهذه الصعوبة التي يعني تجعلني مثلا لا أتكلم بها. النقطة الثالثة إن شاء الله، أحب أن أقول بأننا في زمان على الأقل الكورونا والأحداث العالمية الجارية الآن، ربما يعني كثير من الناس في بيوتهم ولزموا على الأقل، كثير من الأسر لزمت البيوت، وبالتالي بعض الإخوة الذين كذلك اقترحوا أن البرنامج يمكن أن يتحول في الأوقات الليلية ويكون أكثر فائدة، فنقول على الأقل في هذه المرحلة ربما قد لا تكون هنالك مشكلة يعني لمتابعة البرنامج، بخلاف الأوقات على الأقل التي ربما يكون فيها الناس أوقاتهم النهارية مشغولين وليلهم ربما يكون أكثر فائدة، فحينها إن شاء الله يمكن النظر في هذه المسألة، ولا حرج إن شاء الله من تغيير التوقيت والعودة إن شاء الله إلى وقت آخر يناسب الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا ربما ما أردت أن أنبه إليه إن شاء الله. وبالنسبة للتساؤلات اليوم إن شاء الله سأحاول أن أفرد في نهاية البرنامج ربما سؤال أو سؤالين إذا وجدنا إن شاء الله متسع من الوقت. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة الثانية، وهي لازلنا نتكلم عن مفهوم النهضة. وكنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا عن النهضة من حيث المفردة كمفردة لغوية وماذا تعني، وتكلمنا عنها من حيث الاصطلاح والنشأة خاصة المعاصرة، لأن كلمة النهضة كما ذكرت بأنها من الكلمات التي ربما استخدمت في أوروبا، ثم بدأ بعد ذلك أن النخب الفكرية والسياسية تستعير هذه المفردة باعتبارها مفردة مؤثرة ولها دلالاتها النفسية والفكرية والعقلية في الجموع وفي كثير من الناس، ومحببة عموما إلى النفوس البشرية. وبالتالي على كل أن تكلمت عن مفهوم النهضة في أوروبا، وعرفته في نهاية المطاف بأن النهضة هي حالة أو حركة فكرية حية ومنتشرة وتتقدم باستمرار في فضاء القرن وتطرح الجديد دون قطيعة مع الماضي. وحاولت على كل أن أتكلم في هذا التعريف من حيث مفرداته، كونه حركة فكرية، وكونه حي أو يعني حالة حية وفاعلة، وكونه مسألة الانتشار ودلالاته، ومسألة التقدم باستمرار ودون انقطاع وفي إطار زمني محدد، وكذلك طرح التساؤلات الجديدة والإجابة عليها. أضف إلى ذلك مسألة دون أن يكون هنالك قطيعة مع الماضي، وهذه الجزئية على وجه التحديد ربما تكلمت فيها بعض الشيء ولكن لم تأخذ حظها من التناول، وهي قضية أن الماضي وماذا يشكل الإنسان. يعني الماضي بالنسبة للإنسان كما يقال بأن الإنسان هو أول يكاد يكون الكائن التاريخي الوحيد الذي يستحضر دائما مخزون المعلومات السابقة، مخزون معلومات، مخزون ذاكرة، مخزون عادات، تقاليد، تجربة إنسانية. وبالتالي الإنسان لا ينفصل، يعني منذ لحظة نزول آدم عليه السلام مرورا بنوح عليه السلام، تاريخ الأنبياء والرسل عموما باعتباره تاريخ المصلحين وتاريخ الأديان، كذلك التاريخ الآخر الذي على الأقل لا يعتمد مثلا على هذه الرؤية، الذين مثلا يعتمدون على رؤى وضعية فلسفية مثلا، لا بد لهم كذلك من محطة يتم منها الانطلاق ويتم منها استحضار على الأقل المعاني والذاكرة. وهنا ربما يهمنا كثيرا أهمية الذاكرة التاريخية للشعوب. أي شعب يريد أن ينهض لا بد له من نقطة ينطلق منها، وإلا يعتبر فاقد للذاكرة. فالذي يريد مثلا أن يبتنا تماما عن تاريخنا وعن تراثنا وعن هويتنا، ويريد في نفس الوقت أن نلبس ثوبا على الأقل أوروبيا غربيا، ويظن بأن لبوسنا لهذا الثوب وخلعنا لثيابنا الحقيقية، ثياب نهضتنا وتراثنا، وممكن أن تبدأ النهضة من هناك، نقول بأن هؤلاء يجهلون حقيقة التاريخ البشري وحقيقة نهضة الشعوب. فكل شعب له نقطة انطلاق، وكل أمة لها نقطة انطلاق ونقطة ميلاد. وبالتالي مثلا لو نظرنا إلى التاريخ الرسل والأنبياء، القرآن الكريم يتناول لنا هذا التاريخ من مبتدئه إلى منتهاه، لينبهنا على أن هذه التجربة البشرية، تجربة الرسل والأنبياء، تشكل بالنسبة للإنسان المؤمن الذي يؤمن بالرسالات، تشكل له ذاكرة تاريخية، وتشكل له مخزون من التجربة، وتشكل له على الأقل عمق في التاريخ، كما يقال وكما ذكرت بأن الإنسان هو كائن تاريخي. يعني الحيوانات مثلا لا تستحضر تاريخها، والنباتات لا تستحضر تاريخها، الجمادات مثلا لكن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستحضر التاريخ. وهذه إن شاء الله ربما سنأتي إليها في حلقة من الحلقات حول ما يمكن أن نسميه بأنماط التفكير، وكيف يبدأ، يعني كيف الإنسان يفكر. وبالتالي إن شاء الله هذه نحيلها إلى وقتها. لكن ما يهمني في هذه الحلقة التأكيد على أن مسألة الذاكرة الدينية بالنسبة لأوروبا شكلت على الأقل حضور في لحظة النهضة، بغض النظر بعد ذلك ما انتهت إليه. فهنا طبعا من باب التأكيد على أن الكلام الذي ذكرته ليس كلامي فقط أو من باب التحيز مثلا ضد الحضارة الغربية، لا، ليس من هذا الباب، ولكن هي حتى فلاسفة غربيين وخاصة فلاسفة من الألمان يذهبون إلى أن أوروبا نهضتها بدأت من خلال الرجوع إلى الرافعة الدينية أو المركزية الدينية. يقول مثلا أحد المفكرين الألمان في كتاب له اسمه التحليل لأوروبا
البحث التحليلي لأوروبا، أو ترجمة أخرى لعنوان موزايك أوروبا. وهذا المفكر اسمه هيرمان دي كسر لينج. هذا أحد المفكرين الذين ركزوا في قضية مركزية الدين والأخلاق في نهضة أوروبا. يعني الذين يتصورون بأن أوروبا كانت نهضتها منذ اللحظة التي نحت الدين ونحت الأخلاق وانطلقت نحو العلم والعقل، هؤلاء تنقصهم حقيقة القراءة الدقيقة لتاريخ أوروبا. فهذا الرجل المفكر الألماني في كتابه البحث التحليلي لأوروبا أو موزايك أوروبا يقول: وكان أعظم ارتكاز حضارة أوروبا على روحها الدينية. أعظم ارتكاز لحضارة أوروبا على الروح الدينية. ونحن نعرف ماذا تعني الروح الدينية بالنسبة لأوروبا. في النهاية هي عبارة عن الديانة المسيحية بغض النظر عن ما فيها، لكن ارتكزت عليها. هذا ما يؤكده هذا المفكر. ويقول أيضا إن الروح المسيحية ومبدأها الخلقي، يعني الروح المسيحية كعقيدة والمبدأ الأخلاقي الذي تستند إليه، هما القاعدتان اللتان شيدت عليهما أوروبا سيادتها التاريخية. انظر المرتكز التاريخي بالنسبة لأوروبا ونهضتها التاريخية، يقول استندت إلى مبدأ الديانة المسيحية والمبدأ الأخلاقي في داخل هذه الديانة. ثم يقول يشير بعد ذلك إلى مسألة مهمة جدا في التاريخ الأوروبي، وهي لحظة الانعطاف أو لحظة التحول من حالة الروح. لأننا إن شاء الله كما سنأتي في حلقاتنا المقبلة بإذن الله عز وجل أهمية الروح في أي نهضة حضارية. وكما يقول مالك بن نبي: تبدأ كل حضارة من توقان الروح وتسقط في اللحظة التي تخمد الروح، ويكون هنالك منطق سيادة الأشياء. فهو على كل إن شاء الله هذه ربما نأتي إليها في حلقات سابقة لاحقة بالتفصيل. ولكن ما يهمنا أن أي نهضة في التاريخ البشري تبدأ من لحظة حركة الروح ونهضة الروح وإفاقة الروح واشتعال هذه الروح وتوقانها نحو المستقبل. هذه هي اللحظة التي تتولد فيها عملية الإبداع، ويتولد فيها التضحيات، وتتولد فيها الوحدة في المشاعر والوحدة في الأحاسيس، ويتولد فيها العطاء، ويتولد فيها البذل. هي لحظة الروح. فالذي نريد أن نقوله بأن أي حضارة أو أي مجموعة تريد أن تنهض بشعب لا بد أن تتلمس روح هذا الشعب. ومن أين يكتسب هذا الشعب روحه؟ أنه في نهاية المطاف الإنسان، كما إن شاء الله ستكون لنا وقفات طويلة مع مسألة الإنسان وصناعة إنسان النهضة، ولكن علينا أن ندرك بأن التعامل مع الإنسان يلزمنا التعرف عليه. ما هي مكونات هذا الإنسان؟ هل الإنسان هو فقط هذا الجسم الذي هو بحاجة إلى القضايا الغرائزية من أكل وشراب وملبس ومسكن وجنس وغيرها، أم أن الإنسان هو عبارة عن جسد وروح ونفس ومشاعر ووجدان؟ وبالتالي كلما استطعت أن تتعامل مع الإنسان بمكوناته الحقيقية تستطيع إن شاء الله أن تنهض بهذا الإنسان. وبالتالي الذي الآن أؤكده في هذه الجزئية، أوروبا بدأت بديانتها المسيحية ومرتكزها الأخلاقي وانطلقت بعد ذلك. ثم يقول يشير إلينا إلى مسألة مهمة جدا، وهو يقول يعني ينبه إلى قضية مهمة جدا. يقول إن اللحظة التي تزحزحت أوروبا أو الحضارة الغربية إجمالا عن مسألة الروح وعن مسألة الديانة المسيحية وأخلاقها وقيمها إلى حالة العلمنة التي عاشتها والعقلنة التي سادت في فترة لاحقة. يقول إن مركز الثقل للحضارة الغربية تزحزح عن مكانه. انتبه إلى هذا اللفظ. يقول إن مركز الثقل للحضارة تزحزح عن مكانه وتحول بالنهضة والإصلاح الديني من مجال الروح إلى مجال العقل. وهنا بنفس الطريقة يعني ما يشير إليه مثلا مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة، يتحدث عن أن النهضة تبدأ بالروح كبداية وتنطلق إلى أن تصل في ذروتها وقمتها، وتستوي هناك في لحظة من اللحظات بعد أن تنمو وتنتشر وتتمدد. يقول تستوي على محطة معينة تذهب في شكل خط أفقي بدل أن كانت تتحرك في خط رأسي. في اللحظة التي تصل إلى نهاية تمدد الروح وتألق الروح يبدأ معنا يقول مسألة العقل. فإذا بدأنا في لحظة العقل هنا هي لحظة أفق، تمدد أفقي وليس تمدد رأسي. في هذه اللحظة
الآن تقريبا التي تعيشها أوروبا. لحظة الروح وانطلاقة الروح تجاوزتها، وصلت إلى المرحلة الثانية وهي حالة سيادة العقل، ثم تأتي بعد ذلك بحكم طبيعة الأشياء وطبيعة الكيانات وطبيعة الحضارات تنتهي إلى لحظة انحدار العقل وحالة التشيع أو سيادة الأشياء ومنطق الغرائز، وهذه هي اللحظة التي تنهار فيها الحضارات. نعود إليكم بعد قليل فكونوا معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نواصل في مسألة النهضة الأوروبية وارتباطها بالمبدأ الديني والأخلاقي في بدايتها، ثم تزحزحت هذه الحضارة كما يقول هيرمان دي، تزحزحت من منطقة الروح لتصل إلى منطقة العقل، وهناك يقول على الأقل ارتكزت النهضة الأوروبية إلى مجال العقل وتجاوزت مرحلة الروح. ولكننا الآن تقريبا نشهد أوروبا من خلال العقدين السابقين أيضا، خاصة في كتابات كثير من الفلاسفة الأوروبيين والغربيين بشكل عام حول ما هو ما بعد الحداثة وما بعد العلمنة، وبدأت تطرح قضية العودة إلى الفلسفة، لأنه في تلك الفترة غاب على الأقل أو اضمحلت الرؤية الفلسفية والكتابات الفلسفية نظرا لسيادة المنطق التجريبي العقلي، المنطق التجريبي والمختبري والقائم على الحواس والقائم على المختبر، وتراجع عموما إلى حد كبير مفهوم الفلسفة التقليدية التي كانت تسود سابقا على الأقل هذا المجال. يقول أيضا حتى لا نتصور بأن هذا المفهوم، لا نتصور بأنه مفهوم غربي بحت، قضية الارتكاز إلى الحالة الدينية، وأنا حقيقة أركز على هذا المفهوم لأننا في نهاية المطاف سنصل إن شاء الله من خلال حلقاتنا إلى أنه لا نهضة بلا دين، ولا نهضة بلا قيم، ولا نهضة بلا فكرة مركزية تشد الشعب أو تشد الأمة من الأمم أيا كانت هذه الأمة إلى مبدأ أخلاقي، وإلى مبدأ على الأقل فوق الحالة المادية يستطيع الإنسان من خلالها أن يضحي وأن يبذل وأن يجتهد وأن يتجاوب على الأقل مع منطق الروح. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ولذلك نلاحظ أيضا في الحالة المشرقية أو الحالة الشرق آسيوية، نلاحظ أيضا غاندي مثلا
الزعيم الهندي ورائد النهضة الهندية وقائد حركة التحرر في الهند، كيف أنه أيضا كان يرتكز بشكل واضح إلى هذا المفهوم، وكان يقول من ضمن مقولاته المشهورة، يقول: إذا فصلت السياسة عن الدين فقدت معناها. إذا فصلت السياسة عن، ونحن ندرك أن السياسة أحد تجليات النهضة، أحد تجليات وتمظهرات النهضة. أي نهضة لها بعد اقتصادي، لها بعد سياسي، لها بعد فكري، لها بعد تقني، لها بعد معماري إلى غير ذلك. فأحد تجليات النهضة مثلا الجانب السياسي. فيقول مثلا: إذا فصلت السياسة عن الدين فقدت معناها. فكيف بأمة على الأقل يرتكز تصورها الكلي على حالة توحيدية ما بين كل هذه المنظومة لتكون كلها تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الحضارة الإسلامية والنهضة التي إن شاء الله ننشدها جميعا. نأتي إن شاء الله أيضا ضمن فقرات هذه الحلقة اليوم حول ما نتجاوز الآن مفهوم النهضة واستخدامها، يعني المفهوم الحديث، ونأتي إن شاء الله إلى القرآن ومفهوم النهضة. القرآن ومفهوم النهضة. لو رجع الإنسان منا مثلا حرفيا إلى مفهوم النهضة في القرآن الكريم وبدأ يبحث ويتصفح في كتاب الله سبحانه وتعالى ليجد كلمة نهضة وناهض ونهوض وانتهاض، ربما لا يجد هذه العبارة. والسبب في ذلك أن القرآن له مفرداته وله مصطلحاته وله مركزيته في الألفاظ ومركزيته في المفاهيم. وسنلاحظ إن شاء الله كيف أن القرآن له فهم خاص أو يعني مصطلح خاص فيما يتعلق بالنهضة. فلا تكاد الآن لا تكاد تجد مثلا نهضة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو طبعا كما يقول الشاطبي هو كلية الشريعة وعمدة كلية الدين وعمدة الشريعة. يعني القرآن الكريم هو تتوافر فيه كل الكليات الدينية وكل أعمدة التشريع. فلا نجد مثلا مصطلح النهضة رغم أهمية هذا المصطلح. لكن هل هنالك مفهوم آخر يقوم مقام النهضة وربما يعطي دلالات أكبر وأقوى وأكثر عمقا في النفس البشرية من مفهوم النهضة؟ نقول نعم. ما هو هذا المفهوم؟ سنأتي إن شاء الله إلى ذلك على النحو الآتي. هنالك مصطلح أصيل له دلالات نفسية وعقلية وإيمانية وعملية عميقة، وهو مصطلح القومة. القومة وهي من القيام، قام يقوم قياما فهو قائم، وأنه لما قام. فنلاحظ مصطلح القومة هو مصطلح عميق في القرآن الكريم وله دلالات يعبر بشكل كبير جدا عن مصطلح النهضة ويتجاوزها. يعني يعبر عن مصطلح النهضة ويتجاوزها. فالقومة هذا هو المصطلح الأصيل في القرآن الكريم المعبر عما نحن فيه. ومصطلح النهضة في القرآن الكريم نجده من خلال مسألة القومة. ونجد أن هذا المصطلح من أوائل المفردات القرآنية. يعني مصطلح القومة هو من أوائل المصطلحات القرآنية والمفاهيم القرآنية. وهذه طبعا الإخوة والأخوات نلاحظ بأن القرآن الكريم من أقبل عليه فإنه تتفتح له من المفردات وتتفتح له من المفاهيم وتتفتح له من الأفكار والرؤى ما لا يخطر على بال. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فسنظل نتعمق ونتأمل ويعطينا هذا الكتاب المكنون من أسراره ومن دلالاته ومن أحكامه العقلية والنفسية والعقائدية والعلمية ما لا يخطر على بال. وهنا تكمن عملية إعجاز القرآن الكريم، أن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي مفاهيمه، ويتجدد مع كل أمة ومع كل قوم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلاحظوا معي الآن هنالك مفردتين تعبران بشكل عميق وكبير جدا عن مفهومين من مفاهيم النهضة. المفهوم الأول هو مفهوم اقرأ أو كلمة اقرأ، والمفهوم الثاني كلمة قم. أول سورتين في كتاب الله سبحانه وتعالى نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ وسورة المدثر والمزمل. مدثر والمزمل. لاحظوا معي السورة الأولى تتكلم عن معنى عميق جدا وهو معنى الوعي والعلم والقراءة والانطلاق من خلال حقائق في النفس والآفاق وما وراء الغيب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. انظروا إلى أن هذا القرآن العجيب العظيم كيف أنه بدأ بنقطة مركزية في الحضارة، ونقطة مركزية في النهضة، ونقطة مركزية في انطلاقة كل دين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالقراءة. النبي أمي، نعرف بذلك أنه أمي، ولكن انظروا مع أميته خاطبه القرآن بإقرأ، يردد عليه جبريل اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ويعبر عن ذلك أكثر من مرة. وإذا ينزل عليه القرآن أول شيء اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة والوعي والعلم وصناعة التصورات والمفاهيم بالنسبة للإسلام وحركته تبدأ بسم الله، تبدأ بسم الله. نقرأ بسم الله، نتعلم بسم الله، نتحرك في الوجود بسم الله، ننظر إلى الكون كله بسم الله، وننتج أيضا نواتج العلم من خلال بسم الله. فإن العلم يمكن أن يكون دمارا ويمكن أن يكون عمارا، يمكن أن يكون عمارا عندما يكون بسم الله، ويمكن أن يكون دمارا عندما يكون باسم الشيطان أو باسم الهوى أو باسم التكبر أو باسم العدوان إلى غير ذلك. فالعلم هو العلم، نفس العلم، لكن عندما تبدأه بسم الله وتقرأه بسم الله يختلف تماما عما تقرأه باسم الشيطان أو الهوى أو النفس البشرية النزاعة إلى السوء. فنلاحظ هنا المفهوم الأول مفهوم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي مفردة عظيمة جدا. المفهوم الثاني هو مصطلح القومة أو مصطلح قم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم. يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه القومة التي ارتبطت بالقراءة تشكلان باختصار شديد جدا، لو أردنا أن نقول بأن النهضة ما هي مرتكزاتها وما هي مقوماتها، يمكن أن نقول أي نهضة تحتاج إلى قراءة، ونختزل أو يمكن أن يعني نعتبر مفهوم القراءة هو العلم النافع. وكذلك مسألة القومة والنهضة، وهي عملية حركة إيجابية دائمة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل مرتبط في القراءة إلى آخر آية في كتاب الله نزلت عليه، قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ظلت تشكل هذه الآيات المتتابعة، ظل يشكل كتاب الله سبحانه وتعالى المتلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل يشكل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم منظومة الوعي ومنظومة العلم ومنظومة القراءة، لأن هذه إن شاء الله ستكون لها دلالات إن شاء الله البعيدة جدا والعميقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا البعد الأول. البعد الثاني قم فأنذر، أي هذا الذي عرفته وتعلمته وأدركته وحملته يجب أن تتحرك به، لا تكن خاملا، لا تكن كسولا، لا تكن سلبيا، لا تكن انطوائيا، لا، يجب أن تكون شخصا فاعلا حركيا مستمرا في الحركة، وإلا كنت من أهل الخسران، كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية تشكل تماما مقومات النهضة وأركانها، بمعنى أن الإنسان ينطلق من فكرة واضحة وإيمان عميق ويعمل الصالحات، لأن النهضة في حقيقتها هي عبارة عن أداء إيجابي يؤدي في نهاية المطاف إلى الاستخلاف في الأرض من خلال معرفة السنن الكونية. ثم بعد ذلك يدعو الإنسان إلى هذا الحق ولا يكون منكفئا على ذاته، فلا يكون أنانيا، فالعلم لا يكون محتكرا، والإيمان لا يكون محتكرا، والنهضة لا تكون محتكرة، ولكن ينطلق في البشرية كلها متواصيا بالحق ومتواصيا كذلك بالصبر. فمن لحظة أن قام النبي صلى الله عليه وسلم قومته في يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، ما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه القومة، وما جلس عليه الصلاة والسلام إلا وهو يؤدي رسالة الله، يؤديها قائما، يؤديها قاعدا، يؤديها مضجعا، يؤديها مجاهدا، يؤديها ناصحا بلسانه، يؤديها داعيا بسلوكه، يؤديها وهو يفاوض الآخرين، يؤديها وهو في قمة الدولة، يؤديها وهو في مرحلة الاستضعاف، يؤديها مهاجرا عليه الصلاة والسلام. ما جلس منذ أن قام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من طبق مفهوم القومة لله سبحانه وتعالى. فنلاحظ أن القراءة كما ذكرت تعبير على العلم والوعي والإدراك، والقيام تعبير على الحركة والنشاط والإنتاج والفاعلية والعمل. ونلاحظ أن كلمة القومة أو القيام
أو قام، نلاحظ هذه المفردة: قام وأقام ويقوم وقياما وأقم واستقم. هذه المفردة بشكل عام في اللغة العربية نلاحظ بأن لها دلالات كبيرة وعميقة جدا في النفس كما ذكرت البشرية، حيث إنها تعني العمل، تعني القيام بالأمر والقيام في المكان وعلى الدوام ومن غير انقطاع أو فتور أو كسل. والقومة والقومات، هذه قومة هي مفردة ويمكن أن تجمع وهي واحدة ولكن دائمة ومستمرة، هي دائمة ومستمرة وغير منقطعة. وخلاصة الأمر هو كيف نستطيع أن نجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. فالقراءة علم نافع والنهضة والقومة عمل صالح، من جمع بينهما فقد جمع خير كثير، ويؤدي به بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مآلات جميلة وفاضلة. نقف إن شاء الله مع بعض الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تعبر لنا عن هذا المفهوم، حتى إن شاء الله نتصور إلى أي مدى هذه المفردة عميقة في كتاب الله ولها دلالات فعلا تستحق أن نقف عندها، لأننا كما إن شاء الله سيأتي لاحقا سنجعل بإذن الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ما يمكن أن أسميه كتاب النهضة. سنلاحظ بأن كتاب النهضة القرآن الكريم هو الذي سيدلنا على كل مفاتيح النهضة، وسيدلنا على كل مؤشرات النهضة، وسيدلنا على كل معوقات النهضة، وسيدلنا كذلك عن أنواع وأنماط النهضة. هذا الكتاب الذي حقيقة أهمل وهجر، وسيشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال يوم القيامة عن هذا الهجر، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ويقول الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبإذن الله سبحانه وتعالى سيرتكز برنامجنا بشكل كبير جدا على المفاهيم القرآنية، بحيث يمكن أن يصدق علينا شعار بأننا نجعل من كتاب الله كتابا للنهضة، نقرأه نتأمله نتدبره نتفكر فيه. كتاب الله سبحانه وتعالى المسطور في دفتي المصحف، وكتاب الله إن شاء الله المنظور في كونه الفسيح الوسيع، وهو ما ينطبق فيه قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فإذا استطعنا إن شاء الله أن نتدبر في حقائق الخلق والوجود، ونتفكر في حقائق الخلق والوجود، ونتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يمكن أن نصل إن شاء الله إلى مفاهيم عميقة لنشكل بها بإذن الله سبحانه وتعالى أرضية النهضة المنشودة. نلاحظ مثلا القرآن الكريم في مسألة القومة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وسنعود بعد قليل، فكونوا معنا. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمستمعين الأعزاء ونواصل ما انقطع من حديث حول النهضة أو القوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنلاحظ إن شاء الله عمق هذا المفهوم ودلالاته الكبيرة جدا فيما نحن فيه بصدد النهضة. وكما قلت أردت أن نقف على المصطلح القرآني لأنه كلما استطعنا أن نقترب من المفاهيم القرآنية سيكون لها دلالاتها العميقة في النفس البشرية، خاصة لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن برسالته ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أدعى للتفاعل والقبول والتماهي مع هذا المفهوم الذي نتحدث عنه. فمفهوم القوم نلاحظ بأن مفهوم قم وقام وقيام وقمتم وأقمت إلى غيرها من المفاهيم، واستقام واستقم، هذه كلها مفاهيم تدور في شيء واحد، وهو كيف يمكن للإنسان هو عبارة عن القيام الإنسان بالأمر المكلف به على سبيل الوجوب والإلزام، على سبيل الوجوب والإلزام. وده ربما في النهاية هو خلاصة المفهوم القرآني فيما يتعلق بالقومة، هو قيام الإنسان بالتكاليف، سواء كانت أوامر يأتمر بها أو منهيات ينتهي عنها ومحرمات ينزجر عنها أو غير ذلك. فهو عبارة عن الأوامر والنواهي التي كلف بها المكلف أو كلف بها الإنسان على سبيل الوجوب والإلزام. فنلاحظ مثلا كونوا معنا فيما يتعلق بالمفردات واستخداماتها. فمثلا نجد قول الله سبحانه وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهي جزء من آية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لاحظ الآن هنا يأتينا مفهوم القومة على مستوى الدين كله، أقيموا الدين، وهنا غالبا الدلالات هي دلالات أصولية، يعني أقيموا أصول هذا الدين الذي شرع منذ لحظة نزول آدم عليه السلام وتبعه نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أن أقيموا الدين أي أقيموا أصوله المتفق عليها بينكم. الحالة الثانية هذه المستوى على مستوى الكتاب كله، على مستوى التوحيد، على مستوى الرسالة الجامعة بين الأنبياء. النقطة الثانية سنلاحظ هذا المصطلح مصطلح القومة يتكرر معنا في شعيرة تعتبر لب هذا الدين وقوام هذا الدين وعماد هذا الدين، وهي قضية الصلاة. قضية الصلاة نجدها دائما مسبوقة بأقيموا أو أقم الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا وأقام الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، على سبيل العيب هنا على المنافقين. فكأنما يعني يريد الله سبحانه وتعالى القوم إلى الصلاة تكون قومة نشطة قوية مستمرة لا انقطاع فيها، بخلاف قومة المنافقين وهي قومة منقطعة، قومة غير فاعلة، قومة فيها تكاسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني تفتقد إلى الإخلاص وتفتقد كذلك إلى الفاعلية والنشاط والحيوية وغيرها. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هنا جاءت القيام في مقابل القعود وعلى الجنب، وكأنما ذكر الله سبحانه وتعالى يتطلب كل الحالات. إذا كنا نؤدي الصلاة قياما ونؤديها ركوعا ونؤديها سجودا ونؤديها خاشعين، فإننا أيضا مطالبين بذلك في استمرار الذكر، لأن الصلاة طبعا تدخل في أبواب الذكر. أيضا جاء مفهوم القيام في أدائنا للحج وشعائره والذهاب إلى البيت الحرام، كما يقول الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهنا نلاحظ كيف أن جاءنا مفهوم القيام. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أي التزموا حدودهم والتزموا ما فيها من شعائر لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أيضا نلاحظ مفردة إقامة الدين
الحنيف. يقول الله سبحانه وتعالى أقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين حنيفا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهنا نلاحظ وردت معنا الآن أقم وقام وقيام وأقمتم وأقيموا، هذه كلها مفردات تقريبا وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من حالة. هذه على كل دلالات كبيرة وكثيرة جدا فيما يتعلق بمسألة دلالات الألفاظ في كتاب الله سبحانه وتعالى. عن لو وقفنا إلى المعاني الكبيرة والعميقة في هذه الأشياء الآيات التي سردناها وغيرها من الآيات والأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ مثلا حديث السفينة من الأحاديث المشهورة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. لاحظ مثل القائم والواقع. والنهضة تطلب القوم، طلب الرجل القائم، والانحطاط هو حالة الوقوع. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، هذه واحدة من الأحاديث أيضا اللي فيها دلالة. على كل دعونا الآن نقف مع هذه الدلالات القرآنية فيما يتعلق بمفهوم القوم. قرأنا الآيات وقفنا عليها، تحدثنا عن الآيات على مستوى إقامة الدين، تحدثنا عن الآيات على مستوى إقامة الصلاة، عن الآيات على مستوى إقامة الشعائر كالحج وغيره. ولكن نلاحظ بأن هنالك جملة من المفاهيم ربما تتعلق بها تكاد تكون 8 مفهوم للقوم في القرآن الكريم. الأولى هي القوم لإقامة الدين من حيث كونه إسلاما وإيمانا وإحسانا. وهنا أنبه حقيقة أيها الإخوة أن مفهوم القوم من أفضل من كتب عنه من العلماء والمفكرين المعاصرين على وجه التحديد، أبرز هذا المفهوم في كتاباته وفي تنظيره وفي تأصيلاته الكلية والتفصيلية، هو الأستاذ المغربي عبد السلام ياسين. عبد السلام ياسين من المفكرين والعلماء المشاهير في المغرب، أكثر من أبرز هذا المفهوم، مفهوم القومة، في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا نلاحظ بأنه أبرز جملة من المفاهيم أجملها لكم في هذه القضايا. القومة لإقامة الدين من حيث هو إسلام وإيمان وإحسان، أن أقيموا الدين. فالدين كما جاء في حديث جبريل رضي الله عنه، حديث جبريل الذي قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ثم ختم بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا نلاحظ نربط بين يعلمكم دينكم وبين أقيموا الدين. نعود إليكم بعد قليل، أو نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الزمن المباشر إن شاء الله سيكون في كل خميس الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة، فكونوا معنا وتابعونا، وحاولوا إن شاء الله أن تنشروا وتتابعوا الوسائط بمختلف اتجاهاتها حتى تصل إن شاء الله الفائدة لأغلب الإخوة والأخوات. إن شاء الله الأسئلة سيكون لنا معها وقفات أخرى ومقام آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.